أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. مع المسيح ذاك أفضل جدا. طوبى لمن اخترت وقبلت يا رب في ديارك إلى الأبد. عاجل وصول جثمان كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته إلى الكاتدرائية بعد حادث أليم. شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم السبت حالة من الحزن الشديد عقب وصول جثمان القس إيليا نعيم راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته أنا الصليب إلى كاتدرائية الأنبا شنودة بعد وفاتهما في حادث سير أليم بطريق سفاجائنا. وكانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بين سفاجة وإنا، مما أدى إلى وفاة القس إيليا نعيم وزوجته في الحال، وإصابة ابنتهما شنودين البالغة من العمر 35 عام، والتي جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد أعلنت أبروشية البحر الأحمر ترتيبات وداع الكاهن الراحل وزوجته، حيث بدأت التسبحة فور وصول الجسامين إلى الكاتدرائية في الساعات الأولى من الصباح، يعقبها قداس السبت في تمام الساعة 7 صباحا، على أن تقام صلوات الجنازة ظهر اليوم في الساعة 12 بكاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة. يمثل رحيل القس إيليا نعيم خسارة كبيرة لأبناء كنيسة الأنبا شنودة ولجميع محبيه في المجتمع الكنسي بالبحر الأحمر، حيث عرف بخدمته ومسيرته الروحية التي تركت أثرا طيبا في نفوس المصلين وأهالي المدينة. اذكرنا يا أبي أمام عرش النعمة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.